بيبدأ الفيلم مع ممثل مشهور جدا ووسيم جدا جدا اسمه كريس كول، وبنشوف قد ايه هو مشهور ومحبوب وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين. وبيكون في الوقت ده قاعد مع حبيبته أشلي في مطعم علشان يثبتها بكلمتين، وبيفضل يقول لها احنا انكتب علينا سجايرنا تبقى واحدة ولازم ناخد خطوة جديدة في العلاقة دي. ولما بيحس انها فرحانة ومتحمسة بيمسك الموبايل بسرعة وبيبعت رسالة للمساعدة بتاعته زارا وبيهزقها علشان يعرف هي فين وما جاتش لحد دلوقتي ليه. فبتجري بالعربية بسرعة وبتوصل على المطعم وبتدخل علشان ترميله علبة صغيرة، وهو بيقول لأشلي بص العصفورة، ولما بتبص بياخد العلبة من غير ما أشلي تشوفه. وساعتها بيقدم لها حلق ألماظ غالي جدا وبيقول لها انه مضطر يبعد عنها الفترة دي. فبتقول له لا ثواني كده بس، هو انت مش لسه بتقول اننا لازم ناخد الخطوة الجاية في العلاقة؟ فبيقول لها ايوه ما هي خطوة بس لورا شوية، هو انا حددت خطوة في انهي اتجاه يا بنتي؟ فبتتضايق أشلي وبتقول له تصدق انك طلعت واطي وانا ماشية، بس هاخد الحلق ده علشان شكله غالي. وبعد ما بيمشوا بيركب العربية مع زارا وبيقول لها بكرة تروحي تجيبي الحاجة بتاعتي من عند أشلي. فبتقول له بس هيبقى شكلك وحش. فبيقول لها هي اول مرة يعني، ما كل مرة بفركش فيها انت اللي بتروحي تجيبي نفس الحلق ده، احنا مسميينه حتى حلق الفركشة. بيقول لها كريس محتاجهم في التصوير ولا اي حاجة وبعدين ننفض لها. وفي الوقت ده بنشوف بروك مامة زارا وهي بتتكلم مع حماتها ليلى، واللي هي مش حما عقربة ولا اي حاجة، بالعكس دي بتتعامل معاها زي بنتها. وبتفضل تقول لها ان من ساعة ما تشارلي ابنها مات وهي ملاحظة انها بقت قافلة ومقمطة كده على نفسها. وبتفضل تقول لها انت حلوة ومزة وممكن ترتبطي وتعيشي حياتك. فبتقول لها ما يصحش كده، ده تشارلي كان ابنك برضه يا ولية. فبترد عليها وبتقول لها الحي يا حبيبتي ابقى من الميت، ده انا نفسي لو لقيت فرصة كويسة ما عنديش مشكلة، وده ما يمنعش اني نسيت المرحوم ولا حاجة. فقالت لها اهي كده معقولة شوية. وبعد شوية بتوصل زارا على البيت وبتتكلم مع مامتها انها ما بقتش مبسوطة في الشغل بسبب ان كريس بيتعامل معاها انها خدامة مش مساعدة، وكمان ما نفذش اي حاجة من اللي وعدها بيها ولا دخلها الانتاج ولا ثبتها في الشركة ولا اي حاجة. فبتقول لها مامتها تستحمل شوية لانها لسه صغيرة وفي بداية الطريق ومع الوقت هتثبت نفسها. وفي نفس اليوم بالليل بتكون زارا بتستعد للنوم وبيتصل بيها كريس علشان يطلب منها تجيب له حاجات من السوبر ماركت وتيجي على البيت ولا اجدعها دليفر يعني. وفعلا المهزقة بتعمل كده وبتوديله اللي طلبه على البيت وبترجع تنام تاني. وتاني يوم بتروح على البيت عنده علشان عندهم اجتماع مهم علشان الفيلم الجديد اللي كريس داخله، وهناك بيرفض يفتح لها الباب من فوق وبيقول لها انه كان قايل لها تيجي 8:30 وهي اتأخرت. فبتقول له انها كانت بتشتري له باقي الحاجة اللي عايزها. فبيرد عليها وبيقول لها ان ده مش مبرر، وبيطلب منها تكتب رسالة اعتذار وتبعتها له، ولو ما قبلهاش تعتبر نفسها مطرودة. فبتقول له يا عم احنا فيها ارفدني ابوس ايدك. فبيقول لها لا اكتبي الرسالة وانا اللي هحدد. وساعتها بتحس انها جابت اخرها منه وبتنزل من العربية وبتنط من على السور وبتطلع له فوق البيت وبترمي له الحاجة وبتقول له انا مستقيلة. لكن كريس بينزل وراها بسرعة وبيقول لها انتي صدقتي ولا ايه، انا هبدأ تصوير يوم الاثنين مفيش وقت. فبتفضل تقول له انت مستهتر وبتفكر في نفسك بس وما دخلتنيش الانتاج زي ما قلت لي. فبيقول لها يا بنتي ما انتي مفيش عندك خبرة، ادخلك الانتاج ازاي ده ولا حتى اتجدعنتي وشقطتلك منتج ولا مخرج. واثناء ما هو بيتكلم معاها بيقول لها ايه ده ثانية واحدة، انتي حاطه القميص بتاعي في كيس بلاستيك؟ هو انا جايبه من التوحيد والنور؟ ده موجود منه نسختين بس في العالم كله. وبيقول لها طب انتي مرفوضة. فبتقول له مرفوضة ايه، انا ماشية، انا كده كده استقلت ومش هتشوف وشي تاني. وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بترجع على البيت لكنها مش بتحب تبين قدام مامتها ان في حاجة حصلت. وبتقول لها انها رجعت بدري علشان جيني صاحبتها جاية تاخد من عندها هدوم علشان تقابل اهل مالكم النهاردة. وفعلا بتطلع هي وجيني على الأوضة وجيني بتقول لها اوعي تقولي لمامتك علشان ما تتضايقش. فبتقول لها زارا عيب عليكي يا بنتي، هو انا مجنونة؟ اكيد مش هقول حاجة. ايه ده زارا استني انتي بتعملي ايه؟ لا مفيش، بقول لماما كل حاجة حصلت عايز يعني، هو انا بعرف اخبي؟ ومامتها بتقول لها ما تزعلش واكيد هتلاقي فرصة كويسة في مكان احسن. بتفكرها ان سنها لسه صغير ومع الوقت هتعرف تكون في مكان احسن وتطور نفسها. وتاني يوم بنشوف ان كريس قرر يروح البيت عند زارا علشان يقنعها انها ترجع. بتكون بروك في البيت لوحدها وبتروق ومشغله اغاني بصوت عالي. ولما كريس بيرن الجرس مش بتسمع لكنه بيلاقي الباب مفتوح وبيدخل على طول. وساعتها بتتخض وبتفتكر انه حرامي لحد ما بتعرف هو مين. وهو بيقول لها انت بتشتغلي هنا؟ فبتقول
له لا انا مامة زارا. فبيقول لها لا ده اكيد انت خلفتيها وانت في ابتدائي بقى، ده انت ما شاء الله زي القمر ولا باين عليكي. فبتقول له يو جاتك ايه، انا ما سمعتش كلام حلو من زمان، اقعد اشرب حاجه لحد ما اغير هدومي. وفعلا بتروح تغير هدومها وبتقول له معلش بقى انا لوحدي وقلت اخد راحتي في الترويق شويه. وبيعرف منها ان زارا في مشوار وقدامها شويه وترجع، فبيقعدوا يتعرفوا ويلطفوا ويعطفوا. وبيعرف منها انها بتشتغل كاتبه وجوزها تشارلي كان كاتب هو كمان. فبيقول لها شوفي الصدفه، ده انا عندي مشكله في سكريبت الفيلم الجديد وعايز كاتب يشتغل عليه. فبتقول له لا انا ما عنديش خبره. فبيقول لها لا بعد الشر يا قمر ما تقوليش كده، انت زي الفل. وبيفضلوا يشربوا لحد ما هما الاتنين ما بيفقدوا السيطره على نفسهم، والشيطان بيبقى مبسوط بيهم جدا الحقيقه، ومش بيلحق يوسوس لهم حتى ولا يبذل اي مجهود، وبيتم احتساء الشاي بنجاح. لكن في نفس الوقت ده بتكون زارا رجعت من بره وبتفضل تنادي على مامتها وما بتردش عليها، فبتطلع الدور اللي فوق علشان تطمن عليها. ولما بتفتح اوضتها بتشوف اللي شافته بقى، وساعتها ما بتصدقش نفسها وبتطلع تجري بسرعه، فبتتخبط في دماغها وبتقع على الارض. وعلى طول بياخدوها على المستشفى علشان يطمنوا عليها. وهناك الدكتور اول ما بيشوف كريس بيقول له مش ممكن كريس كول، قول لي صحيح هو في الفيلم الاخير انت فعلا تسلقت التمثال ولا ده جرافيك؟ فبيقول له والله احنا بنتعب علشان انتوا تتبسطوا. وساعتها زارا بتزعق للدكتور وبتقول له ممكن تحلل حق البلطو والسماعه اللي انت لابسهم دول وتكشف عليا. هو فعلا بيروح يكشف عليها وبيطمن ان مفيش عندها ارتجاج ولا حاجه وانها كويسه. هو بعد ما بيطمنوا عليها بيوصلهم لحد البيت، وبتنزل بروك تدخل وكريس بيتكلم مع زارا شويه، وبيفضل يقول لها انه مش بيلعب بمامتها ولا حاجه زي ما هي فاكره، وانه فعلا كان جاي بالصدفه علشان يرجعها الشغل، بس حصل اللي حصل بقى. هو بيقول لها امك اللي حلوه طيب يا زارا اعمل ايه؟ فبتقول له لم نفسك عشان انا عارفه كل الاعيبك. فبيقول لها لا والله انا فعلا كنت جاي عشان اقولك اني هدخلك في الانتاج بس نخلص الفيلم ده الاول. هو فعلا بتوافق وبتقول له انها بكره هتكون في اللوكيشن علشان يصوروا. ولما بتدخل جوه بتروح بروك تقول لزارا انهم عايزين يتكلموا شويه، لكن زارا بتقول لها انها تعبانه دلوقتي وعايزه تنام. وتاني يوم الصبح بتروح على التصوير وبتخلص شغلها مع كريس وبتمشي. بعد شويه بنشوف كريس وهو بيبعت رساله لبروك وبيقول لها انه عايز يعتذر لها عن اللي حصل لو كان الموضوع سبب لها اي احراج ولا حاجه، وبيعزمها كمان على العشاء. فبتقول له انها هتفكر. فبيقول لها انا كده كده هحجز المطعم، لو عايزه تيجي هتلاقيني. واول ما بتقفل معاه بتقوم بسرعه علشان تختار اللبس اللي هتروح بيه بعد ما عملت نفسها تقيله وهتفكر. وفعلا في نفس اليوم بالليل بنشوف انها راحت تقابله في المطعم، وبتكتشف انه حجز المطعم كله علشانها. وبتساله هو انت كنت هتعمل ايه لو انا ما جيتش؟ فبيقول لها عادي انا اشتغلت هنا زمان وكنت هاكل مع الاستاف وهمشي. فبتقعد معاه وبتحكي له شويه عن نفسها وعن تشارلي، وهو بيقول لها انه دخل مجال التمثيل بالصدفه ومن وقتها وهو مشهور بسبب ان شكله وسيم ومهتم بجسمه على طول. وبيبدا يتكلم معاها عن اللي حصل بينهم وبيسالها لو كانت اتضايقت ولا حاجه. فبتقول له لا مش مساله اتضايقت، انا مش هضحك عليك يعني، هو انا لو كنت اتضايقت كنت هسيبك، بس هو الموضوع كله علشان بنتي ما ينفعش تشوفني مرتبطه بالمدير بتاعها. فبيقول لها مين قال ارتباط دلوقتي، انا عايز نكون اصدقاء مش اكتر. فبتقول له اذا كان كده ماشي. وفعلا بيخرجوا من المطعم وبيروحوا على اماكن التصوير بتاعته وبيفضلوا يتفسحوا وبيوريها الازياء اللي الممثلين بيستخدموها في التصوير، وهي بتنبهر لانها اول مره تشوف العالم ده. بعدين بتيجي لحظه صفا والشيطان بيكون في الفورمه جدا، وبنشوف كريس بيسال بروك لو كانت فعلا مصدقه انهم هيكونوا اصدقاء ولا لا. فبتقول له لا طبعا هو انا عبيطه، انا بقول كده وخلاص. فبيقول لها يا شيخه خضتيني يلا بينا. فبتقول له يلا بينا، وبيتم احتساء الشاي بنجاح. وبعد شويه بترجع بروك على البيت وبتشوف زارا، واول ما بتشوفها بتقول لها الله الله كنت فين يا ست هانم يا امي يا عاقله يا كبيره بالفستان الحلو ده. فبتقول لها بصي بقى يا زارا انا كنت مع كريس بس كلنا في المطعم وجاب لي اشطوطه باللوتس بعدها وخلاص. فبتقول لها يعني ما حصلش بينكم اي حاجه؟ فبتقول لها لا طبعا هو انا عبيطه. وبعد شويه بتطلع على اوضتها وبتتصل على ليلى وبتقول لها الحقي زارا عرفت اني كنت مع كريس، انا حاسه اني مش قد المسؤوليه، ده الموقف اتبدل، البنت هي اللي كانت بتستجوبني. فبتقول لها ليلى تعيش حياتها وما تشغلش دماغها بحد، وبتعرفها انها مبسوطه انها فكت وخرجت من البيت.
واثناء ما هم بيتكلموا بيكون في واحد قاعد جنب ليلا، فبتسالها بروك هو ايه الصوت اللي جنبك ده؟ فبتقول لها لا يا حبيبتي مفيش حاجه، السلام دلوقتي. وبرده زارا بتتصل على جيني علشان تقول لها، وبيكون مالكم جنبها وبتقول لها لا يا حبيبتي مفيش حاجه، وبتقفل معاها. من وقتها بروك وكريس بيروحوا مع بعض في كل مكان وبيتفسحوا وبيكونوا مبسوطين وعاملين فيها عصافير الحب. زارا بتكون متضايقه وشاكه في مامتها بس مش قادره تمسك عليها حاجه، علشان كده بتستغل ان المخرجه بتتكلم فرنساوي وبتقول لها لو عايزه تقول حاجه لكريس تبلغها هي الاول. وفعلا المخرجه بتتكلم مع زارا وبتقول لها انهم عايزين يعيدوا المشهد علشان يظبطوا حاجات في الاضاءه. ولما كريس بيسال عن السبب بتقول له زارا المخرجه بتقول ان ادائك زي الزفت وحاول تحسن من نفسك شويه، وبتفضل تترجم له غلط علشان تضايقه. بعد شويه بنشوف ان بروك خرجت من البيت وباين عليها انها مستعجله وبتحط حاجات في العربيه، وزارا بتشك في الموضوع وبتطلع تفتش اوضتها وبتلاقي نسخه من سكريبت الفيلم الجديد بتاع كريس، وبتعرف ان هي اللي هتعدل على السكريبت. علشان كده بتروح بسرعه على المكان اللي فيه التصوير وبتشوفهم مع بعض وبتواجه مامتها وبتقول لها انها كانت فاكره انها هتتحمل المسؤوليه اكتر من كده. مامتها هي كمان بتتخانق معاها وبتقول لها ان من حقها تعيش حياتها وتحب وتتجوز، فبتقول لها انها مش معترضه على المبدأ بس ممكن تعمل كده مع اي حد غير كريس لان علاقاته كتير وهو شخص مستهتر، والاتنين بيشدوا مع بعض لحد ما بتقرر زارا انها تسيب البيت وتمشي. وفعلا بتروح تعيش مع جيني ومالكم في البيت لحد ما بيجي وقت الكريسماس، وبتتصل بروك على كريس وبتقوله انها عايزه تبعد شويه لحد ما الكريسماس يخلص علشان اعصابها تعبانه، وبتعرفه انها هتقضي الكريسماس مع ليلا في بيتها لانها بتحبها وملهاش غيرها دلوقتي. وفعلا بتروح على هناك وليلا بتشجعها انها تقرب من كريس وانها تعيش حياتها من غير ما تحط قيود، وبتطلب منها انها تخلي كريس يجي هنا علشان يتعشى معاهم وتتعرف عليه. بعد شويه بتيجي زارا تزور ليلا هي كمان من غير ما تعرف ان مامتها هناك، واثناء ما هم قاعدين بتتفاجئ ان بروك جايه وجايبه معاها كريس، فبتتضايق زارا وبتقول ايه اللي جاب الواد الملزق ده هنا، انا هقوم اطرده. فبتقول لها ليلا ان ده ضيف عندها وانهم كلهم في بيتها وكلهم لازم يتبسطوا علشان الكريسماس معمول علشان الناس تتجمع ويحبوا بعض، وبتطلب منها تديله فرصه. وفعلا بيقعدوا كلهم وبياكلوا وبيشربوا مع بعض وبيكون الجو اسري وجميل، وزي ما هو متوقع لاي فيلم بيطلع فيه البطل شخصيه ممثل انه بقى يا عيني عايش وحيد واول مره يعيش الاجواء العائليه الدافيه دي، وانه اتبسط معاهم جدا وان ده احسن كريسماس عدى عليه ولا كانه اتربى في اشارات المرور يعني يا حرام. المهم في نفس اليوم بالليل بتقول ليلا لبروك ده طلع زي القمر على الحقيقه، انت مجنونه ولا ايه؟ عايزه تسيبي الموز ده علشان زارا؟ ما تفكك منها، هي شويه وهتبقى كويسه وهتنسى عادي، بس ما تسيبيش القمر ده. فبتضحك بروك وبتقول لها انها بتحس معاه انها مبسوطه وانها رجعت صغيره تاني. وتاني يوم كل واحد فيهم بيقدم للتاني هديه، وهديه كريس لبروك بتكون عباره عن كتاب عليه اسمها، هو بيعرفها انه جمع فيه كل الحاجات المهمه اللي هي كتبتها في حياتها وحطهم في مجلد واحد. بروك بتكون مبسوطه جدا بالهديه دي وبتشكره عليها. بعد شويه بيجي ميعاد انهم يمشوا كلهم من عند ليلا ويرجعوا البيت، لكن اثناء ما زارا بتحط الشنط في العربيه بتاخد بالها ان سوسته الشنطه بتاعت كريس مفتوحه، وبتشوف فيها علبه الحلق اللي قالوا عليه قبل كده حلق الفركشه واللي بيدير كل البنات، وساعتها بتتصدم وبتقول انه خلاص قرر يفركش مع مامتها. علشان كده لما بيرجعوا على البيت بتروح تواجهه بكل حاجه وبتوري مامتها الحلق وبتحكي لها الحكايه بتاعته بالظبط، وبروك بتكون مصدومه ومش مصدقه. فبتسالها زارا وداكي شارع نيويورك بالليل وفضلتوا تتمشوا فيه ولا لسه؟ فبتتصدم بروك اكتر وبتقول لها وداني وركبني الوز هناك وكان في شرب الجبنه. فبتقول لها زارا شفتي بقى ده حتى ما عندوش اي ابداع في الشقط والفركشه، هو بيعتمد نفس الطريقه كل مره بنفس الخروجات حتى. وطبعا الكلام ده بيضايق بروك وبتطلب منه يمشي، وكريس بيكون واضح عليه انه مصدوم وبيمشي وبيسيبهم. ومن وقتها وكل واحد فيهم هما الثلاثه بيكون حزين وقاعد لوحده. زارا هي كمان حزينه لانها بتروح لجيني وبتعرف انها فركشت مع مالكم، وجيني بتكون زعلانه منها وبتفضل تقول لها انها مفيش عندها تحمل للمسؤوليه ومؤشر الجدعنه صفر لانها مش بتسال عليها ولا تعرف مشاكلها. لحد ما بيجي يوم التصوير وبتعرف زارا ان كريس قافل على نفسه الكرفان ومش عايز يصور، فبتدخل تتكلم معاه وبتقول له هو انا هشك انك مظلوم وانك بتحب ماما بجد ولا ايه؟ فبيقول لها انه فكر في الحلقه فعلا لانه تعود يهرب من المسؤوليه حتى لو على حساب الحاجه اللي بيحبها، لكنه قرر يسيب الحلقه مكانه في اخر لحظه لما حس انه بيحبها بجد.
بجد، وبيقول لها على فكرة بقى أنا بحب فعلا شارع نيويورك وأي حد بخرجه هناك علشان أنا نفسي بتبسط وببعد عن الصحفيين والكاميرات. وساعتها بتسلم عليه وبتقول له يقوم يصور دلوقتي، وبتوعده إنها هتصلح كل حاجة. ولما بترجع البيت بتعرف إن مامتها قبلت عرض شغل في مدينة تانية علشان تبعد عن اللي حصل هنا وتنساه، وبتقول لها إنها هتسأل عليها كتير علشان تطمن عليها. لكن تاني يوم على طول بتروح زارا وبتعدي على كريس وبتقول له يجي معاها السوبر ماركت علشان عايزين يشتروا شوية حاجات. وفي نفس الوقت ليلا بتكون مع بروك في العربية وبتطلب منها تجيب لها شوية حاجات، وفعلا بتنزل بروك من العربية وبتتقابل بالصدفة البحتة المدبرة المرة دي مع كريس. وساعتها زارا بتقول لهم إن هي اللي رتبت للمقابلة دي علشان حست بالذنب لما حست إن كريس لأول مرة مشاعره اتحركت بجد وإنه ممكن يكون بيحب، وبتسيبهم وبتمشي. والاتنين فعلا بيفضلوا يتكلموا مع بعض وربنا بيهدي سرهم وبيقول لها إنه بيحبها، فبتقول له طب ما أنا كمان بحبك، وبيرجعوا لبعض عادي جدا. وزارا بتسلم على ليلى بره السوبر ماركت بعد ما نجحوا إنهم يعملوا كل حاجة، وكمان اتفقوا مع الصحفيين إنهم يصوروهم وهم خارجين من السوبر ماركت علشان الخبر ينتشر وكريس يتدبس رسمي. بتعدي سنة من وقتها وبنشوف إن بروك شغالة وناجحة في شغلها، وكريس وفى بوعده ودخل زارا في الإنتاج وبقت قاعدة في مكتب وليها مساعدة شخصية وبتنظم لها كل حاجة، وهي بقت ماسكة كل حاجة تخص كريس. والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بيها من أم الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت وخلي عندك أمل كده إن اللي جاي أحسن، وهو لو ما توفقتيش مع أبو العيال خلي العيال تجيبلك العرسان، ولو ما لقيتيش حظك مع الوقور هتلاقيه مع الفرفور. وشكرا يا فندم.